اهلا بيكم. النهارده هنعمل البيتي فور بالسمنه. طالع ما شاء الله، شكله بالظبط زي اللي بالزبده، مش هتفرقيه عن اللي بالزبده، وهنشكله بطريقه بسيطه وسهله. يلا بينا نبدا المقادير. اول حاجه معايا 250 جرام من السكر البودره. انا هنا طحنته ونخلته، ومعايا 4 بيضات كاملين يكونوا بدرجه حراره المكان، ومعايا كمان معلقه كبيره من الفانيليا السايله. مهم ان هي تبقى سايله عشان تديني الريحه المطلوبه. ومعايا كيلو من الدقيق، ومعايا هنا 750 جرام من السمنة الباردة. ما تكونش باردة قوي، ما تكونش مجمدة قوي، يعني تقريبا نص ساعة بس في التلاجة. هبتدي بقى في الحلة بتاعة العجان احط السمنة، وهنزل عليهم السكر البودرة، بس هنزل المقدار كله عشان الجرام بيفرق في الوصفة. دلوقتي انا نزلت كله بقى السكر والسمنة. هبتدي بقى في العجان بالمضرب السلك بتاعه، هفكك بس السمنة مع السكر كده على السرعة الأولى، وبعدين هبتدي أعلي السرعة بتاعتي، وهوريكم المراحل كلها عاملة ازاي. احنا عايزينه يتضاعف، يبقى شبه الكريمة بالظبط، حجمه هيتضاعف مرتين تقريبا ويبقى شبه الكريمة. مهم قوي ان احنا كل شوية ننزل الجوانب بتاعة الحلة علشان كله يتخفق ويبقى يديني نفس النتيجة. انا عايزة كل الكمية تبقى عاملة زي الكريمة كده. في الوقت ده هبتدي اجهز بقى البيض بتاعنا عشان انزله على السمنة والسكر. هضيف الفانيليا على البيض، وهنزل بقى بالتدريج بيضة بيضة على الخليط بتاعنا والعجان شغال. بس للأسف المقطع ده ما تصورش معايا، لكن احنا عارفين الخطوات. هننزل البيض واحدة واحدة كده على الخليط بتاع السمنة والسكر، وهنوقف على طول العجان بعدها بثواني. بيكون الشكل ده كده، شايفينه معايا عامل ازاي؟ انا عايزة اوصل لحد القوام ده وكده تمام. هستغنى بقى في الوقت ده عن العجان، وهبتدي اتعامل بالمعلقة، لاني انا هلم العجينة بس. هبتدي انزل بقى بالمكونات عندي اللي هي الجافة، اللي هو الدقيق بس، مش حاطة عليه اي اضافات. هنزل واحدة واحدة كده بيه، وهقلب لحد لما هشوف انا محتاجة دقيق قد ايه. انتي لو هتعملي فانيليا هتفضلي ماشية الخطوات دي لحد لما توصل معاكي العجينة بتلزق حاجة بسيط خالص. لكن انا هعمله بالكاكاو. في الوقت ده انا هشيل كوباية من الدقيق لحد لما اشوف العجينة بتاعتي هتحتاج دقيق قد ايه. هفضل انزل بالتدريج واحدة واحدة كده. في الوقت ده هتكون العجينة معايا لسه طرية، بتلزق قوي. هاخد الجزء بقى اللي انا عايزاه بتاع الكاكاو. لسه انا مضفتش الكوباية بتاعتي اللي فيها دقيق. هعمل حساب الكاكاو بتاعي. هشيل الكمية بتاعتي اللي انا عايزة اعملها بالكاكاو، وهسيب التانية اللي بالفانيليا. هجيب بقى الدقيق بتاعنا وهبدأ انزل بالتدريج كده لحد لما اوصل لقوام العجينة اللي انا عايزاه. شايفين ما شاء الله حلو قوي. هو ده القوام اللي انا عايزاه، يكون بيلزق حاجة بسيطة، بعكس عجينة البسكوت. عجينة البسكوت بتكون متماسكة شوية عن كده، لكن البيتي فور بيكون بيلزق حاجة بسيطة كده. هنا بقى انا هضيف الكاكاو، دي حاجة اختيارية، لو مش عايزاها ما تعمليهاش. هضيف معلقة واحدة من الكاكاو، وهبتدي اقلب العجينة بتاعتي كده كويس قوي. ولو لقيتها برضو محتاجة لدقيق هنزل عليها دقيق حاجة بسيطة بالتدريج. لكن هي كده تمام. عشان كده قلتلكم شيلوا العجينة طرية واعملوا حساب الكاكاو. انا فاض معايا حوالي معلقة كبيرة من الدقيق، خلاص انا كده استغنيت عنها. في الوقت ده هبتدي استخدم القمع ده. القمع ده رقم 5، وهبتدي بقى اشكل فيها زي ما انتوا عارفين. هنزل الروزيتات واحدة واحدة كده، وما زودش العجينة في الكيس بتاعي اكتر من قبضة ايديا، عشان الكيس وعشان ايديكي كمان ما توجعكيش. شايفين ما شاء الله العجينة نازلة بكل سهولة ازاي من الكيس؟ حرفيا ما اخدتش معايا ربع ساعة في التشكيل. شايفين بسيطة جدا، موضوع بسيط قوي. ولو اول مرة بتجربيها صدقيني هتظبط معاكي، المقادير دي مظبوطة قوي. شايفين ما شاء الله
نازلة بسيطة وسهلة ومش متعبة خالص، هتعملي الكمية كلها في وقت قليل. هكمل كل الصاجات بتاعتي بنفس الطريقة دي. نتكلم بقى شوية عن التسوية. انا في الوقت ده بكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 200. ايوه 200، ما تستغربيش. هدخل الصاجات بتاعتي على اعلى رف في الفرن على درجة حرارة 200 بس لمدة 5 دقايق. انا عايزة البسكوتة بتاعتي تتشمع او البيتيفورة بتاعتي تتشمع، بس لحد لما تتشمع لمدة 5 دقايق. في الوقت ده هبتدي اهدي النار على اهدى حاجة، هسيبه بقى ياخد سواه بالكامل من تحت. ما تقلقيش، هيطلع معانا ممتاز. شايفين ما شاء الله طالع معانا عامل ازاي؟ احلى بكتير من الجاهز. شايفين ما شاء الله؟ وكمان قوامه من جوه عامل ازاي؟ بيتفتفت حرفيا، دايب على الاخر، مفيش فيه غلطة. صدقيني هتعتمدي الوصفة دي لو جربتيها. شايفينه؟ ده اللي بالكاكاو والتاني بالفانيليا. ما شاء الله، بجد روعة، من تحت زي من فوق بالظبط، السوا واحد. ما شاء الله بجد، الصورة بجد بتتكلم عن نفسها، حاجة تحفة. التشكيل بقى ده بتاعك انتي، هتشكليه زي ما انتي عايزة، وبيكون ده شكله في النهاية. لو عجبك بقى الفيديو متنسيش الاشتراك في القناة واللايك والشير.